في رحلة البحث عن أفضل طبق كشري وأحلى طاجن، استعنا بأشهر 2 موجودين في السوق وخليناهم يجربوا كشري الهدى. عايزين نقيم الطاجن والكشري ده؟ على فكرة لو وحش هو الوحش مبدئيا. في جايزة بقى للي هيطلع عيب؟ أنا أكتر واحد بحب أطلع عيب في الحاجة، يعني مثلا عيب الهوا اللي بنتنفسه ده إن محمد بيشمه معانا. ممكن بلاش هري كتير ونجرب ونبدأ ونشتغل؟ نجرب إيه؟ أنا مش شايف إلا مني قدامي. ولما سألناهم عن العيوب اللي في الكشري والطواجن كانت الإجابة هو المفروض هطلع عيب في الأكل ده؟ أول عيب إن المكان ده ملوش إلا 3-4 فروع بس. ورحمة ستك يا أخي قبضوك كام عشان تقول دي أول جملة؟ هو طبق الكشري ب 20 جنيه بس. رخيص قوي. نعم. طبق الكشري عندهم رخيص قوي. دي حقيقة. عاجبني فيه ان في حتة الطاجن بيهمني السوا بتاع المكرونة، فالثلاث مكرونات دول او الثلاث طواجن دول بشكل عام المكرونة بتاعتهم مستوية حلوة قوي. يعني تعالى هنا مثلا في الطاجن ده واخد سوا بشكل حلو. انا احب المكرونة دي. عاجبني ان البروتينات سواء فراخ او كبدة او لحمة القطع باينة فيها مش مفرومة في قلب المكرونة لدرجة انك ما تشوفهاش، لا دي حاجة كويسة جدا. حتى قطع الكبده عندهم شرايح اسكندراني وسمبوسه في نفس الوقت، فدي حاجه لطيفه. نيجي للفراخ فهو حاطط قطع سليمه، غالبا حاطط قطع مقطعها. ندوق طعم الفراخ نقول بسم الله. اوه حلو قوي. هتقول نفس الراي ده هتشوف. بشكل عام انا من عشاق الطواجن سواء الكبده او اللحمه او الفراخ. اسهل حاجه واسرع حاجه ممكن نطلبها في حاله ان انت جعان وعايز حاجه تسد معاك سريع. خلينا نبدا بطاجن الكبده. انا زي حمزه اتفق معاه، بحب ان يبقى في قطع صغيره في الكبده وقطع كبيره. خش على طاجن مكرونه باللحمه المفرومه. انا اول مره اكل طاجن لحمه مفرومه واحس بطعم اللحمه المفرومه مع التوابل. هو مش ظالم اللحمه المفرومه تماما. تخش على طاجن الفراخ. فراخ قطع كبيره زي ما انتم شايفين كده. في اي مكان انت بتحس ان الفرخه مش واخده سواها قوي، وبرضه انا ببقى مقدر ده علشان هو في طاجن. الا هنا قطعه الفرخه، يمكن هو ده كان تعليقك اللي انت قلت لي هيعجبني علشانه، صح كده؟ فرخه مستويه جدا. لو هنقول عيب فالعيب الوحيد ان المكان ده ملوش فروع قريبه شويه من وسط البلد. ديليفري، معرفش انتوا عندكم ديليفري؟ يوصل في اي حته؟ في الفيوم، داخل الفيوم. هو العيب الوحيد، وانا لازم اطلع عيب، بس هو ممكن العيب الوحيد ان لون الصلصه عندكم زي لون الشطه، ولون الشطه يعني عكس بره. ما حطيت الشطه واتزودت افتكرتها صلصه. الحاجه الثانيه اكتر عيب واكتر حاجه سلبيه في المكان بصراحه ان انتوا جايبين محمد فرج جنبي. اقسم بالله لولا ان اللي مكلمني على المكان واحد معرفه وقريب وقال لي معلش هيبقى معاك حمزه انا ما كنتش جيت. ولما قلنا لهم ترشحوا كشري الهدى بنسبه كام من 10 كانت الاجابه سريعا وباختصار الكشري والطواجن صراحه. وفي ناس كتير ما شاء الله تبارك الله شاطره في الكشري وفي الطواجن، لا ننكر ذلك على احد. الكشري